الاول انا هسلق المكرونه بدون اي اضافات غير الملح بس في الميه، وهنزل بالمكرونه. وهنا الكميه اللي انت تحبيها. انا هنا عامله نص كيلو مكرونه، وهخليها نص سوا مش سوا كامل. ابتدت معايا كده، هبدا ارفعها من على النار واصفيها واسيبها تهدى شويه. الناحيه التانية انا هحط طاسه، هبدا اعصج اللحمه، احط زيت. انا مش هحط اي ماده دهنيه تانية لان اللحمه المفرومه بتبقى فيها دهون. هبدا انزل بالبصله، تدبل معايا بس كده شويه، وابدا انزل عليها بفصين توم مفرومين يدوبك تدبل معايا، مش عايزاها تحمر قوي او تغمق. هنزل بقى دلوقتي بفصين توم مفرومين بيدوا نفس حلو قوي للتعصيجه بتاعه اللحمه. انزل باللحمه المفرومه، وهنا الكميه اللي انت عايزاها وحسب الصينيه. انا هنزل بربع كيلو لحمه مفرومه. هنا اللي حطاه مجمد لاني ملحقش يفك من التجميد، وده بعملها بس في حاله لما اكون مستعجله وعايزه انجز، وهتفك وهتبقى معايا زي الفل. اهي فكت معايا. احط بقى فلفل اسمر وزعتر وملح واقلب كده. دي التوابل بتاعتي. هبدا اقلبها مع اللحمه المفرومه واحط معلقتين صلصه. معلقتين الصلصه وهنا برضك بيدوا تطعيمه حلوه قوي لصينيه البشاميل. خلاص المفروم معايا جاهز، هطفي عليه. ابدا اجهز البشاميل. انا بحط هنا سمنه وزيت مع بعض. هنزل بشويه زيت عباد شمس او ذره، ومعاهم معلقتين كبار سمنه. ابدا اجيب مضرب يدوي. المضرب دوت هيسهل عليكي وانت بتعملي البشاميل ما يكلكعش اي كتل دقيق. هنزل بقى بالاربع معالق دقيق ومعلقتين بشاميل متجهز، الاكياس بشاميل الجاهزه بطعم الجبنه. ده هيدي طعم حلو قوي وتطعيمه جميله للبشاميل. هبدا هنا اقلب الدقيق مع السمنه، احمره كده شويه المنظر ده. وبعدين انزل بلتر لبن. وهنا بقى ايه السمك اللي انت عايزاه تسيبيه يغلي على النار، بس مع التقليب البشاميل تقل معاكي ممكن تخففيه بشويه شوربه او شويه ميه او شويه لبن. ويا ريت يبقى الصوص بتاعه مش تخين قوي عشان يبقى جوسي وحلو. هنبدا بقى ننزل بقى بتوابل للبشاميل، ملح وبودرة ثوم وسنة قرفة صغيرة وورقتين لورا وفلفل اسمر. ممكن نحط فلفل ابيض. وهبدأ اقلب لغاية ما اوصل للسمك اللي انا عايزاه. هنا يعتبر خلاص بدأ يربط معايا ويبقى السمك بتاعه حلو. هوريكم اهو. لازم نقعد ايدينا فيه كده ونقلب عشان ما يكونش كلاكيع من الدقيق او كتل. انا كده خلاص يعتبر خلص معايا وجاهز. انا مش بحبه تقيل، بحبه متوسط كده خفيف شويه. هجيب معلقه اوريكم اهو جاهز معايا. بحبه بالسمك ده. ممكن بقى في الوقت دوت تحط التطعيمات اللي انت عايزاها، مكعبات جبنه او ميكس جبن. هبدأ بقى ارتب الصينية بتاعتنا بتاعت البشاميل الجميلة الرهيبة دي. هبدأ احط معلقتين كده كبار في ارضية البايركس او الصينية اللي انت هتعملي فيها، وفي الجوانب كده اغرقها بحيث المكرونة تبقى شاربة من الصوص وتطلع معاكي خروط حلوة سليمة. هبدأ بقى احط مكرونة في الارضية، افرش كده الارضية مكرونة، طبقة مكرونة حلوة. وبعد كده احط تاني معلقة صوص من البشاميل الرهيب ده قبل ما انزل من المفروم. وبعد كده انزل بالمفروم
بالمنظر ده. خلي كل الصينية كده فيها مفروم، ووزع المفروم حلو. وبعدين انزل تاني بطبقة بشاميل. تلاحظوا ان انا بحط بشاميل على كل طبقة، اللي هي عشان تخلي كمان الطبقات معانا متماسكة، وكمان تديها تطعيمة حلوة. هبدأ هنا احط بقية بقى المكرونة عشان اقفل الصينية، ارصها كده كويس عشان اقفل على المفروم ما يبقاش باين قوي معايا. هبدأ بقى ايه انزل ببقية البشاميل. بصوا الصوص جميل ازاي، رهيب. انا بحب السمك ده في البشاميل، بيتشرب من المكرونة وبيبقى حاجة جميلة ورهيبة. هنزل بيه بقى كده وافرده على الصينية. المنظر ده حاجة تحفة، والريحة مش عايزة اقول لكم. هنا خلاص انا بدأت هنا عملت الصينية بتاعتنا. هبدأ بقى اظبط الصينية من اي زيادات عليها من بره، عشان الحاجات ديت بتدي ريحة مش حلوة ومش لطيفة، وبتتحروق معانا في الصينية. فهمسح كده اي زيادات معانا. تبدأي بقى تنزلي بأي نوع جبن عندك. أنا عندي هنا جبنة ميكس، هبدأ أحطها. جبنة موتزاريلا على جبنة رومي، هبدأ أحطها كده على الوش. بتدي لون حلو برضك للصينية وطعم حلو. أدخلها على الرف في فرن سخن، لأن كل حاجة مستوية معانا يدوبك تاخد اللون، وهتطلع معانا بالشكل الحلو ده. بصوا هي باينة كمان ان هي، بصي لسه عمالة تغلي وتفور معانا. ابدا اسيبها تهدى شويه وبعد كده نبدا نقطعها. بس الصراحه هي بتبقى طعمها خطير وهي سخنه. جربوها بالطريقه دي، ويا رب الوصفه تكون عجبتكم. صحه وهنا على قلوبكم.